السلام عليكم الدراري، معكم خوكم اشرف فيديو جديد. وهاد الحلقه اليوم كتهضر على الفيدونج كيفاش ديروا الموتورك. ادوات اللي كتحتاج الساروت على حساب انا عندي هنا ساروت 24 والقرعه الزيت ديالك وشي حاجه فاش دير الزيت القديمه اللي غادي تهبط. دابا كنستعملو 15 40 حيت الحال بارد، او 10 40 حتى هي مزيانه كما كتشوفوا. كندير 20 50 في الصيفيه ديالي طلعت في الصوره. دابا غندوزو لبلاصه الزيت، هي هادي. غتحل لا جوج ديالك من كتخوي الزيت عادي، غتحلها بيدك. الا تزيرات معاك شوف شي بانس، حيت كاينين شي وحدين كيتزيروا. اما البولون ديال الفيدونج ديما راه كيكون من الجهه ديال الشاقمه، من جهه الزيت. هو هذا الكبير انا عندي هذا 24. اما هذاك الصغير اللي من ليه هذاك راه ديال لاشين، الا حليتيه راه غيهبط لك واحد الروسول. المهم راه هذاك كيكون ساروت 14، والناس اللي عندهم البولون ديال الفيدونج ديال ساروت 17 ديما راه كيكون من جهه الشاقمه، من الجهه ديال اليمين وانت سايق. يعني دابا غادي نحلو السارو الكرو ديالنا. انا عندي ساروت 24 هنا. داك النظام اللي كيكون فيه الصفاي بحال السيستم ديال التريبورتور والسكوتورات، كيكون فيه الصفايه كتجبد، ماشي بحال الاخرين اللي كتكون فيهم الصفايه انتيغري لداخل. خاصك تحل الطاسه د الزيت الا بغيتي توصل للبلاصه ديال الشبكه ديال الصفايه ديال البومبا. هنا تحل البولون ديالك بعد ما ضربتي عليه ضريبه بالساروت. هادشي راه ما كيبغيش الزياره بزاف. حلينا الصفاي كيهبط. ها هي طاحت دابا الصفايه كما شفتوها. انا غنهزها، ها هي هذه الصفايه اش كندوي لكم. هذا النظام هذا هو احسن نظام، لان ديما كل فيدونج غادي تلقى الصفايه غادي تغسلها، غتمسحها. لكن شي وسخ غيبان لك، الوسخ ديالك، الوسخ ديال الروليطات، راكم عارفين الفتات السيلان، بزاف د الامور كتهبط لداك الاحتكاك. كتشدو الصفايه قبل ما يطلع البومبا. كما كتشوفوا راه هنا شويه ديال الوسخ. هذاك الوسخ عادي انا عرفتو غادي يخرج، لان اول فيدونج ليها، حيت الماكينه فايت حليتها هذيك كي جبتها حليتها عاودتها بالمونطاج. ضروري معاك تمسح بالزيف. وهادي هذاك فتات فاش قلبتو لقيتو غير افتتات ديال الطرف ديال الثوب. دابا راه مسحنا الصفاي كما كتشوفوا هي جديده. وهكا كتركب هي الاولى تابعه الرسول تابعه الكرو، كتحط فوق الرسول كما كتشوفوا بهذه الطريقه. عندك يمشي قلبها شي واحد راه بحال ما كاين والو، هكا كتحط. وكاين اللي كيدير الفيدونج وكطيح ليه ما كيردش البال. ضروري ترد البال لهاد القضيه هادي. احسن بولون ما كيتفاراش، احسن من ساروت 17. هذا حتى الا خسر لك البولون كيتهرس له غير داك الراس اللي على برا، البلاصه فين كيشد الساروت هذيك ماشي مشكل، تقدر تشريها راه كيدير 10 دراهم تاخدو. المهم ما توحلش في البلاصه ديال الماكينه انك تدي التور وتصايب الفيلطاج وروينه. هذا احسن بولون، ما كرهتوش يكون في كاع المواكن. احسن سيستم هو هذا. دابا غادي ندوزو نركبو البولون ديالنا. ها هو ركب كيف قلت لكم. وغادي تحل لا جوج ديالك دابا عادي، وغادي تخوي الزيت. تخوي ما بين 750 و 800، ما تخويش يطرو كامل. يطرو كامل الا خويتيه راه غادي تخرج على لي زاري دويل، والموتور ديالك غادي يتقال. يعني الموتور غيبقى يلوح لك الزيت من شي بلايص، انت غتبقى تقول ما عرفت شنو واقع في الموتور. وما راه لي زاري دويل تفرقعوا بقوه داك الزيت اللي كثرات. هي راه غير 850 عفوا 750 او 800 مليلتر فقط كافيه. غتخوي تتخلي رابعه. كاين دابا غادي نديرو لا جوج ديالنا باش نشوفو بلا ما تسدها، غير حطها غتعطيك العبار صافي. اذا الزيت ديالنا راه مزيانه كما كتشوفوا. صافي غتسد بولون ديال لا جوج ديالك عفوا صافي. وها انت ناضي دابا راك درتي الفيدونج ديالك مزيان كما كتشوف. الا كانت شي زيت زايده راه غتخرج من التيود الروتور من لور الماكينه. دابا هاي الكميه الزيت اللي خرجت لنا من الموتور خويتها في هاد القرعه ديال ليترو، جات 750 يعني ليترو الا ربع كما كتشوفوا. هي باينه خويتها في قرعه باش بنادم يعرف صافي. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. الله يعاونكم.